نشوى مصطفى: حرمت نفسي من الفرحة بعد وفاة زوجي والنهاردة استثناء. أعربت الفنانة نشوى مصطفى عن فرحتها الشديدة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أنه اليوم الأول الذي تشعر فيه بالسعادة بعد أن حرمتها على نفسها منذ وفاة زوجها. وكتبت نشوى عبر حسابها الرسمي بمنصة فيسبوك: حرمت على نفسي الفرحة من يوم وفاة زوجي، ولكن النهاردة الفرحة فرد عماد كان معاه الجنسية الأمريكية، لكنه رفض رفضا قاطعا أن يعطيها لأولادنا، وكان بيشرح لي أسباب قراره اللي كلها بتقول إن بلدنا هي الأولى بينا، وبما إن كل المصريين فرحانين أنا كمان لأول مرة أحس إن فرحانة. وقالت كمان: واقول لنفسي لو عماد كان موجود كان هيفرح قوي ويقعد يشرح لي انا والاولاد المعنى والخير اللي هيكون لمصر من الحدث العظيم اللي هيحصل النهارده. ده رزق كبير لاحفادنا ولاولادنا، ربنا يفتح ابواب الخير ليكي يا بلدي، ربنا يصد عنك كل شر ويحفظك ويحفظ شعبك الاصيل، وتحيا مصر بعشاق ترابها. ويترقب العالم اليوم السبت انطلاق الحدث الأثري والثقافي الأضخم في القرن ال21، والمتمثل في الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، أحد أكبر المتاحف الأثرية في العالم والمكرس بالكامل للحضارة المصرية القديمة. ويعد المتحف المصري الكبير نقلة نوعية في عرض وتوثيق الآثار المصرية، حيث يجمع بين الأصالة التاريخية والتقنيات الحديثة ليقدم للزائرين تجربة استثنائية تمزج بين التراث والتعليم والثقافة، مما يجعله مركزا عالميا للحضارة المصرية عبر العصور.